السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة عاملين ايه؟ اهلا يا اخويا، اهلا يا شملول. يا رب دايما بخير. احنا اليومين دول كده دوري الأبطال بيفنش، يعني آخر 3 ماتشات اكيد حضرتك بتقول دعابه. عدى منهم ماتشين أحلى من بعض، البايرن والريال مدريد أكتر ماتش اتلعب في دوري الأبطال من يوم ما اتولد، وبروسيا وباريس اللي كانوا مفاجأة، اللي هم في مجموعة الموت في المجموعات، محدش أصلا كان متوقع إن الاثنين دول يوصلوا قبل النهائي، وللأسف الاثنين وصلوا قبل النهائي. لو هنتكلم على البايرن وريال مدريد، هو توخيل لخص الماتش في كلمتين. قبل الماتش قال لك ريال مدريد انت بتتفاجئ ان هي عملت هجمه في خلال 10 ثواني، وده اللي هم عملوه. لما البايرن ضغط عليهم ولقى ريال مدريد وصل بكوره بتمريره من توني كروس ودت فينيسيوس، لكن طول الماتش ريال مدريد متفوق، ريال مدريد اركز في الملعب، ريال مدريد فصل هاري كين عن بقيه اللعيبه. والله انا شايف ان ريال مدريد كان افضل من البايرن تكتيكيا في ماتش زي ده، وهيتفوق كمان في اسبانيا. فانا توقعاتي ان ريال مدريد هيكسب البايرن في اسبانيا، ومش هيبقى فرق كبير، هيبقى فرق جونين بالكتير، لان برضه انت هتلاعب بايرن ميونخ. توماس توخيل عشان يكسب ماتش زي ده لازم يلعب بجرأة، لازم يهاجم ريال مدريد ولازم يتقدم عليها، وحاجه مهمه قوي لازم يلعب ب3 سرد باكات. ده من رايي الشخصي، وجهة نظري التي لا قيمة لها كالمعتاد. نيجي بقى للماتش الثاني الغريب اللي هو اصلا ما كناش متوقعينه. والله هو ماتش حلو، وبروسيا كانت 10/10، الفرقتين حظهم وحش. دوناروما صد كوره، والكوره الثانيه كان الجزمه بتاعته فيها غيرها لزقت في الارض، ما طلعش اصلا على المهاجم في الانفراد، وفضل متثبت مكانه، والكوره اتشاطت جنبه وبرده دخل الجول. اسد واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. بس بصراحه الماتش ده بروسيا تستحق ان هي تطلع متقدمه. رغم عن كده باريس سان جيرمان ظهرت في الماتش على فترات، كفايه في كوره فيها عرضتين، اشرف حكيمي حط عرضه ومبابي حط عرضه. امبابي بيلعب باريس سان جيرمان موجوده، امبابي ما بيلعبش باريس سان جيرمان مش موجوده. الكوره مع امبابي في خطوره، الكوره مع اي حد تاني باريس سان جيرمان مفيش خالص. فابيان رويز ضيع كورتين بنفس الطريقه، بينطحها، يعني هو لو جبنا خروف يلعب الكوره دي بالهيد مش هينطحها النطحه اللي نطحها فابيان رويز. كورتين في نفس الشوط بنفس الطريقه ضايعين، يعني ما مش لاعب هاوي اصلا يضيع كورتين زي دول. باريس سان جيرمان بمجهود اقل من العادي كانت ممكن تطلع بالماتش ده كسبانه 3 على الاقل، لكن بروسيا لعبت وكانت افضل واستحواذ وكانت تستحق. سانشو كان حلو قوي، كريم اديمي كان حلو قوي. بصراحه انا بشجع بروسيا، وتوقعاتي التي لا قيمة لها كالمعتاد النهائي بروسيا دورتموند وريال مدريد، وطبعا ان شاء الله هيتوج بيها الملكي. قول لي رايك في الكومنتات وقول لي توقعاتك، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نتابع الفيديوهات مع بعض.